منذ قليل عماد النحاس أعلن عن قائمة مباراة غدا، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مباراة عنق الزجاجة، مباراة أكون أو لا أكون، يا أرجع وأنافس على الدوري وأرجع تاني البطولة، يا إما هنفضل في الدوامة اللي إحنا فيها. بالطبع عودة ياسين مرعي وياسر إبراهيم هتدي قوة للدفاع غدا. يا ريت كابتن عماد النحاس يفكر يلعب ب3-4-3، لأن إحنا فريق بلا باك رايت بلا باك ليفت. يلعب بمحمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، يلعب طاهر وينج رايت، يلعب في النص مروان عطية وديانج بسبب غياب إمام عاشور للإصابة، يلعب على الليفت الشحات، لأن ما ينفعش بكرة نشوف تريزيجيه في الملعب، ما ينفعش، لازم تريزيجيه يقعد احتياطي. وقدامه نلعب بن شرقي وبن رمضان وجراديشار. دي أنسب طريقة لسكواد الأهلي دلوقتي، لأن ما عندناش لا باك رايت ولا باك ليفت، فلازم ألعب ب3-4-3. لازم أشوف عودة روح النادي الأهلي بكرة. لو كسبنا بكرة هتفرق معانا كتير، لأن الماتش الجاي حرس الحدود وبعده الزمالك، لازم نكسب ال9 بونت. وإن شاء الله بالتوفيق لفريقنا بكرة بإذن الله، ويعودنا على